يا مساء السعادة. النهاردة حابب احكي لكم كم موقف عجبني وحببني في الشغل بتاعي وحببني في الحاجة اللي انا بعملها. في حدود سنة او سنتين بالظبط كنت بعمل اعلانات ممولة، لغاية لما دخل حد عندي على الماسنجر وبيقول لي انا محتاج مقاس كبير، عايز مقاس 2 متر في 120. في الوقت ده كان مقاس كبير بالنسبة لي انا اقدر ابدأ ارسم فيه. فضلت ادور انا وهو على انهي شكل ينفع يتعمل في المقاس الكبير ده، وفي الاخر يطلع شكله حلو وجميل. لغايه لما اختار لوحه بنفس الشكل بتاع الورد ده. الشجر كان اكبر من كتير والورد كان كبير وباين. اخترنا الشكل واخترنا تدريجة الالوان وظبطت الدنيا، بس في حاجه انا ما بقدرش ابدا شغل الا بيها، ان انا باخد عربون عشان اضمن جديه العميل، وفي نفس الوقت اشوف لو في حاجه عندي ناقصه اقدر اجيبها. قلت له يا فندم انا محتاج 2000 جنيه عشان اقدر اشتري الخامات. قال لي بص، انت الصفحه عندك لسه قليله وانا خايف بصراحه، احسن تاخد الفلوس وتنصب عليا. قلت له يا فندم برضه انا مش هقدر، انا مش عارف يعني اتفق مع حضرتك ولا هبدا شغل الا بالشرط بتاعي ده. قال لي بص، عايز تبدا شغل تعالى لي، خد ال 2000 جنيه العربون اللي انت قلت عليهم واقعد معايا ونتفق وبعد كده امشي. قلت له خلاص تمام يا فندم، ممكن تبعت لي العنوان واشوف لو مناسب ليا هاجي لحضرتك. وقتها ده انا كنت قاعد في الف مسكن وهو كان في التجمع الخامس، وبالنسبه لي كانت حسبه طويله شويه ان انا اروح مشوار واروح وارجع، اروح اخد الفلوس وبعد كده اشتري الخامات انفذ اللوحه وبعد كده برضو هروح اسلمها له تاني. فحسيت ان المشوار طويل. قال لي بص، لقيته داخل عليا وبيقول لي ايه انت نصاب ولا ايه وخايف احسن اقفشك ولا حاجه. انا وقتها دمي غلي، قلت بعد الرسم اللي انا بعمله في الاخر حد يجي يقول لي عليا نصاب. رحت لابس هدومي ورحت نازل له على التجمع الخامس. قعدت هناك على كافيه وقال لي انا قدامي نص ساعه لغايه لما اجي لك. قلت له تمام يا فندم انا مستنيك. لما جه عزمنا على كوبايه شاي وفضلنا نتكلم ان هو برضو تاني على التفاصيل بتاعه اللوحه والالوان، لغايه لما اتفقنا واداني العربون وقال لي انا محتاج البطاقه بتاعتك. هنا بقى انا بقى كنت محتار اديله البطاقه بتاعتي ليه. خد البطاقه، قلت خلاص انا مش نصاب ولا انا في مني اذى، خلاص خد البطاقه اهي صورها وخليها عنده على التليفون لغايه لما اجيب لك اللوحه بتاعتك. اتفقنا وهنا كل حاجه 100 واتفقت على الشغل. لقيت مره واحده حسيته انه ارتاح لي وفضل يحكي لي ويقول لي انا كنت قاعد بره مصر 40 سنه، ولما حسيت ان الاجل بتاع والدتي قرب قلت اخدها وانزل تاني مصر. وقال لي كمان شفت الفيلم بتاع احمد حلمي بتاع عسل اسود، شفت المواقف اللي حصلت معايا بالظبط هي حصلت معايا تاني لما انا جيت مصر. انا وقتها بصراحه ارتحت، حسيت يعني ان انا يعني مصدر راحه للناس ان هم يقعدوا معايا ويحكوا معايا ويقولوا لي كل الكلام الجميل ده كله. وفضل برضه شاف اخر شغل انا كنت بعمله فضل يشكر فيه. في مواقف تانية لسه كتير، لو انت حابب ان انا اكمل قول لي كمل يا كوكو عشان ما افضلش اهلي كده مع نفسي. ومع السلامه وشكرا ليكم.